السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد مع أخوكم كابيلوس. دولة جديدة، الحق مش جديدة، دولة ثالث مرة نجيها. بصراحة فرحان. عندي 10 سنين ما جيتش في البلاصة هذه بالضبط. كيف وصلنا مطار مراكش، جوست حبيت نعمل بكم دورة في مطار مراكش. شيء يفرح إن في دولة في شمال أفريقيا عندنا مطار كما هذا. جوست لحظات نعمل بكم دورة. تقريبا خرجت صيام، ما عادش عندي الحق ندخل، لكن مش نوريكم نعمل بكم دورة، نوريكم مطار مراكش. ما شاء الله تحفة بصراحة، عجبني أنا والله عجبني. طبعا هذه مش عارف، هذه الخروج منها تقريبا والدخول من الجهة الأخرى بغادي. مطار نظيف، دنيا منظمة، حتى التاكسي عندك شاشة تطلب منها تاكسي موجودة ويعطيك الثمن بالضبط اللي موجود، لا تحية ولا حد شيء. عندك لي تاكسي من هنا، عندهم باركينج وحدهم كل. من هنا تكمندي تاكسي من الترمينال 1 الوصول، ومن الباركينج بتاع التاكسي. احنا من الناس البسطاء ناخذ الباص. طلعنا في الباص، التاكسي مش غالية برشا، لكن ديما ارخص الباص، ديما ارخص، معروفة في اي بلاصة في اي مطار في العالم. يعني انا ديما ناخذ في الباص، ما نكذبش عليكم. يعطيك تيكي، تطلع التيكي تاخذها في الباص الداخل، اللي هي 30 درهم. 30 درهم اللي هي تقريبا $3 ولا اقل من 3 يورو بشوي. المهم تجي 10,000 فرنك تونسية بالضبط. بصراحة بيس نظيف، كليماتيزي، بارد، سخانة برا، فما شوي سخانة. تقريبا ما بين 25 و 30 دقيقة توصل وسط البلاد، حاجة عادية. والتاكسي تقريبا 15 دقيقة ولا 20 دقيقة، ما بيناتهم مش حاجة كبيرة معناها. أنا ما يقلقنيش إني ناخذ البيس وتخلص 30 درهم في بلاصة 250 درهم تقريبا، ولا 200 درهم تقريبا التاكسي. 200 درهم اللي هي 20 يورو تقريبا. ثم فرق ما بين 20 يورو و 3 يورو. مرحبا بنا في مراكش. أنا عاودة عزيز، نوصلوا للدار، ناخذ المفتاح وبعد نخرج نعملوا دورة إن شاء الله. وصلنا، ما زلنا شوي مشي. الطقس سخانة كيما باريس، وممكن أقل شوي من باريس، على خاطر فما شوي نسمع هنا. باريس هي اليوم الطقس لا يطاق، خرجت منها الصباح، جونا باهي. وصلنا على الإقامة، نطلع مع بعض كما حدنا باش نكتشفوا مع بعضنا الدار. سلام خويا، صافا لاباس؟ الحمد لله. كاري من عند نسرين الدار في الدوزيام ايتاج. وين الباب هذا منه؟ ولا غندخل منه المراه؟ باهي اوكي، يرحم والديك، شكرا، عايشك. طلعت مش هذه لونطري، مولات الدار مش هنا تقريبا، ما نتصور مش عايشه في المغرب، خاطر خلت لي عندي بوطه صغيره، خلت لي فيها الكود فيه المفتاح. معروفه مراكش بالمدينه الحمراء، تو نزيدو نشوفوها بعد. بسم الله. دار تيبيكمون مغربية، شكون ما يعرفش التاي المغربي. ان صالون ماروكان، تلفزة، وهذه كيتشينات صغيرة، حاشاكم التواليت والسال دو بان اي لا شامبر اكوشي، وبيت النوم فيها التلفزة، كليماتيزور، خاطر بصراحة الدنيا سخونة شوي. وين تحط حوايجك. باهي، يعطيها الصحة ويرحم والديها إن شاء الله. ما أنا محالة بفلوسي، لكن شكرا، يرحم والديها إن شاء الله. هاي نعملوا غسلة صغيرة ونخرج إن شاء الله. خرجنا من الدار الحمد لله، فما نسمة باهية، ما عادش فما برشا سخانة. وصلنا لوسط المدينة بالضبط. الصورة هذه معروفة، أنا جيت 10 سنين تالي مراكش، عندي 10 سنين آخر مرة جيت. الصورة هذه معروفة مشهورة برشا، وراها قصة كبيرة برشا، ونسيتها. التصويرة هذه عندي شكون يستنى فيا قدام المحطة، نعطيها جاري، بعثت معي حاجة باش نعطيها لأخوه، ومن بعد نسرح نعطي للسيد قضيتها. صباح خويا، السلام عليكم.
صباح لاباس عليك؟ الحمد لله عايشك. السلام عليكم خويا. صباح لاباس؟ لاباس الحمد لله. لاباس؟ جو مزيان الحمد لله. سخونه شويه ما صباح. سخونه شويه. صباح لاباس عليكم؟ الحمد لله. السلام عليكم. صباح لاباس؟ لاباس صباح. ها؟ باهي. بارك الله فيك. شكرا. عيدكم مبروك. السلام عليكم. اللي ما يعرفش الفلوس بتاع مروك فلوس مسمحه بصراحه. صرفت 100 يورو. سي بون خويا يرحم والديك عايشك. 100 يورو اللي هي تطلع 1045 درهم. احنا رانا في السونتر فيلا نتاع مراكش. هي محطه مراكش، المحطه اللي تعجبني من اجمل المحطات في اللي زرتها في حياتي. ان شاء الله تندخلوها من بعد. وانا ديجا غدوه الصباح عندي تران قطار ماشي لكازابلانكا ان شاء الله، ماشي الدار البيضاء. والله بصراحه اجواء عالميه. طقس انا فرحان بالطقس. واللي يقول مراكش يقول البنايات الحمراء، هيك علاش سموها المدينه الحمراء. طقس رائع اكثر من رائع. وصلنا على محطة مراكش. هذه من أكثر المحطات اللي تعجبني. مش عارف، هي صغيرة، راهي محطة صغيرة لكن تعجبني، منظمة برشا. ندخل بجوز باش نقص البيي. خذيت البيي اونليني وجوز نجبد البيي نتاعي من هنا. وش غدوة الصباح إن شاء الله عندنا تران ماشيين للدار البيضاء كازابلانكا. ليلة عيد دونك الصف موجود ما شاء الله. وفيها سونتر كوميرسيال، يعني فيها ريستورانات من فوق، وفيها تقريبا 3 ولا 4 بيبان. فيها 3 بيبان. ندخلوا ناخذ التيكت وما نمشي نعملوا دوره. ما خذينا البي نتاعنا. غدوه نقصدوا ربي الدار البيضاء. اللي باش يكري سياره ممكن احسن نتصور تجيك ارخص شوي. الترام محتو مش غالي، 160 درهم. 160 درهم اللي هي تجي تقريبا 15 دولار. نزلنا في وسط مراكش. طبعا اللي يقول مراكش يقول ساحه جامع الفناء. ان شاء الله ماشيين ساحه جامع الفناء. بون الحاجه اللي لازمني نقولها انه غدوه عيد، دونك ممكن برشا حاجات مسكره، برشا حاجات ما يخدموش. دونك مش عارف جامع الفناء محلول ولا. مراكش تبدلت نظافه، بالاخص النظافه والامن والامان. الحاكم موجود في كل بلاصه، والنظافه ما شاء الله عليهم. الناس قاعدين يخدموا في بلادهم وهنيئا لهم. يلا خلينا نمشوا ساحه جامع الفناء ونشوفوا الاجواء. تقريبا 10 ولا 15 دقيقه مشي، اكثر شوي ممكن. يلا نكتشفوا مراكش مع بعضنا على خاطر ليله واحده. وغدوه الصباح ان شاء الله نمشوا للدار البيضاء. طيب حبيبي كره بونبان ايسونس مسكين. الطريق طلعت اطول من اللي نتصور. عندي 15 دقيقه ومازال لي كيلومتر. لازمك تحسب 25 دقيقه نتصور. ماشي. الحاجه اللي لاحظتها في مراكش عندهم حياه ليليه. معروفه بالحياه الليليه مراكش خاطر في النهار سخانه برشا. الحاجه الوحيده اللي عندهم الروف توب هذا برشا. نتصور فيهم قاعده مش نورمال. ان شاء الله من بعد نجرب واحد منهم. محلولين على هواء الطلق برجوليه بصراحه. نتصور ان فيهم قاعده غير عاديه. طبعا وصلنا جامع الفناء منا تقريبا على اليسار. وهذا من هنا كتبيه مراكش. كتبيه مراكش هذا جامع تقريبا اكبر جامع في مراكش اذا ما كنتش غلط. اكبر جامع في مراكش بني في القرن الثاني عشر ميلادي. علاش سموه كتبيه؟ شفتها على الانترنت الحق، حتى انا ما كنتش نعرفها المعلومه. على خاطر كانوا يبيعوا في الكتب قديما. كانوا يبيعوا في الكتب بحذاه، كانت بحذاه مكاتب، برشا مكاتب ابارامون. هذاك علاش سموه كتبيه مراكش. في بالي منك صدقني ربي شفت في بالي مقبره. لا الله اعلم هذه شنية، ما عندي عليها حتى فكره بصراحه. اما الجامعه ما شاء الله السمعه طولها 700 متر تقريبا. طقس جميل جدا في مراكش. وانا راني فرحان بالطقس على خاطر كنت خايف انه يكون الطقس سخون برشا. كي خرجت من المطار كانت فما شويه سخانه، لكن في الليل تبدل الطقس ونسمه خفيفه. والله شيء يفرح. الحمد لله. وحيه تحسهم الناس كلها خارجه تسعى، مع انها ليله عيد. غدوه عيد كبير، غدوه عيد الاضحى هنا، اما الناس كلها خارجه. أول ما جيت مراكش
جولة نسمع بها ساحة جامعة لكنها مش لدار جامعة. هو تقريبا يحكوا على الجامع هذا والله أعلم. يعني هي الساحة بعيدة شوي على الجامع تقريبا 200 متر. تقريبا 200 متر تشوفوا معايا البشر اللي موجود. ما شاء الله هي الساحة فيها العروض الفنون الاستعراضية والناس تنكت والناس عندها عجبهم واحد عنده قرد واحد عنده حنش هذا جات تسمعوا مش عارف تسمعوا في الموسيقى ولا تسمعوا في الدربوكة. باش تشوفوا الناس انا والله قلت ممكن اكيد راهو مسكر غدوة عيد. اخر مرة جيت عام 2016 سكنت هنا سكنت بحاسوب ورسول تقريبا 5 دقائق مشي على السوق داخل في المدينة العربية. لكن تسمعوا الموسيقى الدربوكة ولا على فكرة مراكش هي أكثر مدينة سيف في المغرب. كلها عروض ودايرين بهم الناس يصوروا. الله فيك. كل موجودة تقريبا حتى البابايا موجود. بارك الله فيك الله يخليك. توابل مراكش صراحة مرة جيت مدينة برشا بزارات توابل عندهم الحاجات المكسرات اللي عندهم ومن السوق تقريبا دخلت المرة اللي فاتت نسيتها والله. عندي تصويرة إن شاء الله نحط هيك إن شاء الله في الفيديو. عندي تصويرة في المكان هذا هنا. المكان هذا هنا قدام شوي كنت مصور تصويرة الحفرة عندها 10 سنين. عندك مصرف هنا تحط فلوس المطاعم هي هي المطاعم نفلت لها محل هنا مطاعم شعبية. بارك الله فيك. بارك الله فيك. عيد مبارك. عيش عينه عليك. يعملوا بروشيت بروشيت سلايس ودي تقريبا رخيصة. الخبز العربي تشربونه راهو كثير مازال الجهة الأخرى. شكون ما يعرفش الطاجين المغربي. على فكرة الأكلة هذه ديسكربوع الحلزوني اللي هم صحتك فيها بارك الله فيك.
شوف بارك الله فيك عايش. حب يذوقني مسكينه، ما انا بصراحه ما نتشجعش على الاكلات هذه، خلاص هذه البابوش يقولوا هما. انا بصراحه ما تشجعت حتى مره باش ناكلها ولا محل. حتى في تونس عندنا موجود، لكن الناس فيما يعشقون مذاهب يقولوا القناوه. ايه القناوه؟ هذا هنا المتحف بتاع مراكش. عندهم 4 ولا 5 أيام عطله، هم تقريبا كل شيء مسكر بمناسبة العيد. خليني ندخل نشوف لي تامبر اللي هي أهم حاجة وأول حاجة لازمني نعملها باش نبعث بوست كارد بوستا. باش نوريكم جوست الناس اللي تجي مراكش راهي المدينه بخلاف ساحه الفناء هنا وشويه معالم ما فيهاش حاجه كبيره. اما الضواحي نتاع مراكش بصراحه ما شاء الله. عندك الساويره، لما فيش للساويره وريكا هذه مشيت لها 10 سنين تالي. عندك أوزود مرزوقه ان شاء الله في البرنامج. زاغورا، عندك لي فيلاج باغباغ، هذا نسيتها بالعربي شنية سامحوني، لكن بتاع البربر عايشين في الجبل. وريكا هذه بصراحه تعرف هنا تنجم تاكل هنا، يعطوك تاكل هنا وساقيك يبدو في الماء. موجود حتى المنطاد هذا حبيت نعمله اول ما جيت لمراكش، لكن بصراحه كان سوم خيالي جدا. ثم ورزازات زاد، حتى ورزازات هذه يصوروا فيها ستار وورز حتى هي. ان شاء الله فيها بصراحه. ان شاء الله نحب نرجع نمشي للجنوب، نحب نمشي للداخله والصحراء، اما ما يستحيل نرجع لها في الصيف خاطر سخانه برشا. الحاجه الباهيه تسمعوا في الاذان، الأذان يأذن، الموسيقى كلها ما بقى حتى واحد ضرب موسيقى. سبحان الله. اسمعوا توا كمل الأذان. كمل الأذان، بدت الموسيقى رجعت ديريكت. هاي لا احترام. بدي تشوف عجائب ربي والله. تشوف حتى اللي عامل ميزان تطلع توزن وتخلص. الواحد عنده حشاكم، عنده قرد تصور به تحط على كتفك. واحد عنده جولف تو نشوف فيه تلعب بالجولف. وهنا الله يسر، هذا بالنسبه لنا نوع من انواع القمار. يعطوك السماره، لازمك تجيبها في الدبوس. صراحه امن وامان والله، كاني في تونس، حاسس بروحي كاني في بلادي والله. كل مره طيح بفرقه حاصله. علاش ما نبطاش كي نصور؟ خاطر اول ما يشوفك يصور يجيك يطلب منك فلوس، يقول لك لازمك تخلصني. ما فهمتش علاش، ممكن عملوها لي حتى كي جيت المره اللي فاتت لمراكش، غير يشوفك صورت حتى تصويره هيك يجيك يقول لك خلصني. خلينا ندخل شويه للاسواق. والله عندي واحد صديق موصيني على حاجه، قال لي باش تاخذها لي من السوق نتاع مراكش. برشا حوانت مسكرين بمناسبة العيد، لكن نحاول نشوفوا في الأسواق الداخل. لازمني نشوف صايدة، هم كلهم صيافة من المحل. شاء الله تو تقريبا نص الليل، وشوفوا الناس مازالت تخدم وينظفوا في الشوارع. والله بصراحه هنيئا لهم، والله هنيئا لهم، صح عليهم يخدموا في بلادهم، صح عليهم. هاك علاش حتى هي ديما نظيفه ما شاء الله مراكش. والامان ما شاء الله. صراحه تجي هنا ما تندمش، بالاخص الناس اللي تحب اي حاجه، الاماكن
الديستنيشن السخان اللي فيها سخانه تجي لمراكش عادي. صباح النور، صباح الخير، صباح الانوار، صباح الورود يا ودي. تقريبا عندي اكثر من 10 سنين وانا نسافر، اول مره باش يفوتني قطار ولا طياره. مازالوا 8 دقائق على التران، فقت متعطل، وان شاء الله ما يفوتنيش القطار. اليوم 27 مايو 2026 يوم عيد الاضحى. بالمناسبه هذه ان شاء الله عيدكم مبارك، الناس الكل تعايدوا وتعاودوا ان شاء الله، وسنين دائمه، وربي يحييكم الامثال. خلينا نجروا شوي، مازلنا في مراكش، قاصدين نربي الدار البيضاء ان شاء الله. مازالوا 7 دقائق على الطريق. هيا المحطه ان شاء الله يخلوني ندخل. عندي القطار 5:30 وحاليا 5:23 دقيقه. وصلنا محطه مراكش. ما تصورش كان فما برشا ناس. شوفوا بلاصتنا. السلام عليكم. صباح الخير خويا. عايشك، ان شاء الله عيدك مبروك خويا. السلام عليكم. خلطنا الترا رقم 602. هذا هو 24. بسم الله. وداعا مراكش. خلطت في اخر لحظه، دقيقه واحده مازالت على التران وقت طلعت. دقيقه واحده الباب بتاع التران خلوه محلول، مش عارف يتسكر بعد ولا كيفاش. مرحبا بنا في كازا، مرحبا بنا في الدار البيضاء. هبطنا في كازابلانكا، مازال الصباح نستنى في مول الدار. نستنى في مول الدار باش يكلمني باش يعطيني المفتاح. شويه خرس ان شاء الله نمشوا للدار. اللي عجبتني انا هذه اول مره جيت، المره اللي فاتت وخذيت منها التران. هذه نصور المحطه قديمه، حتى البنيه قديمه، وهذه منها المحطه الجديده. خاطر هذه اللي خذيتها جيت عام 2023 مشيت لطنجه، خذيت تي جي في من هنا. طقس جميل وجميل جدا. كازابلانكا انا هذه كما يقولوا المغاربه عزيزه عليا. فهمتش اكثر مدينه نرتاح فيها، اكثر مدينه نرتاح فيها هي كازابلانكا، مع احتراماتي للاشقاء المغاربه والمدن الاخرى. حتى طنجه عجبتني بصراحه، حتى الشمال عجبني، لكن كازا وحدها. جست نعاود ندخل المحطة باش نوريكم شوية المحطة من داخل، ونخرج من الجهة الأخرى اللي هي المدخل الرئيسي نتاع المحطة جديدة، محطة عملاقة ما شاء الله.
أما بصراحة السيرفيس طيارة عجبني. التران خرج في الوقت، وصل في الوقت تقريبا. عمل لي روتار ب3 دقائق، لكن حتى شيء 3 دقائق هذه هنا باش تقص لي تيكي ولا تفكرك وتقص التذكرة بتاعك. سينو تاخذها عندما الابليكاسيون على التليفون. والله ما شاء الله، هنيئا لهم. هذا هو المدخل الرئيسي بتاع المحطة هذا. خاطر نتذكر دخلت من هنا آخر مرة جيت، مشيت لطنجة دخلت من هنا. ما شاء الله على النظافة، ما شاء الله على النظافة. هاي سيدي كلمنا مول الدار نظفها صحيح حضرت. هذه كازا فواياجر، هذه المحطة اللي وصلت فيها ما شاء الله، والدار مازالت لقدام شوي. أطلنطيك كلينيك. خلينا نمشي للدار. بدأت تسخن شوية. كازا فارغة، أول مرة في حياتي نشوف كازا فارغة هيك، ما فما لا كراهة، حتى الناس قليل وين يعرضك واحد. والله مسكين تو واحد حبس لي بالكرهبة في الطريق، قال لي نوصلك، قال لي يطلع نوصلك. والله على رحمة الوالدين، قال لي نوصلك وين تحب. هيا سيدي ملتقانا من بعد، نروح ونمشي ندخل الدار نتنعوش شوية ومن بعد نخرج إن شاء الله. وصلنا للادريس. هي سالت الراجل وسالت الجيران، مقابله جوست السونتر كوميرسيال بتاع تشفين، والباب طلع هذا، وانا مشيت للبيبان الكل. بسم الله. دوزيام ايطاج. فوالا وصلت. حاشاكم التواليت، وهذه الغرفة. بارك الله فيهم. يلا سيدي الواحد يمشي يغسل حالته وبعد نخرج. كما تلاحظوا رانا وصلنا لأشهر معلم، تقريبا أشهر معلم سياحي في الدار البيضاء في المغرب، اللي هو جامع الحسن الثاني. بصراحة خسارة طلع اليوم مسكر خاطر اليوم عطلة. حبيت ندخل داخل، المرة اللي فاتت دخلت، حبيت ندخل باش نشوفوا، باش نوريكم من داخل الجامع وكل شيء. راه من أكبر الجوامع في العالم على فكرة، في العالم إنعم في العالم. السمعة تقريبا أكثر من 200 متر تقريبا. نتذكر هو بني في التسعينات في بالي، ومن اكبر، قريت عليه مره في الانترنت، من اكبر المساجد في العالم. بصراحه تحفه مش نورمال ما شاء الله. مبني جوست ديريكتومون على البحر، وفي اول الكورنيش. يبدا في اول الكورنيش من هنا يتعدى حتى تتعدى هذه كلها من هنا لعند يسموها هم عين دياب. فات تقريبا 4 كيلومتر ونص الكورنيش بتاعهم. نزيدوا نمشي ان شاء الله من بعد غادي نوريكم. تعجبني من احسن البلايص هذه في كازا. هو بصراحه راهي كازا اكثر بلاد ترتاح فيها هي كازا فيها كل شيء، تلقى فيها كل شيء، بس عارف لقيت فيها راحتي سبحان الله. ممكن على خاطر هي اكبر مدينه في المغرب، والله اعلم. برشا ناس خارجه، نسمه ما شاء الله، شيء يعمل 66 كيف. ثم مدخل اخر هنا على فكره، ثم جزء من الجامع مبني، يقولوا والله اعلم انا ما دخلتش، يقولوا تبدا تصلي والماء تحتك من اللوطه كلها، عاملينها شو نقولوا بولار من الزجاج كلها، تبدا تصلي والماء تحتك، على خاطر مبني ديريكتومون على قدام مقابل البحر. نمشي نوريكم زوج باش نطلعوا من هنا. هاي برشا ناس حتى هبطة لوطة ديريكتومون على البحر. في البارتي القدامية كلها مبنية على البحر. برشا اغلبيه توريست، نتصور انهم مغاربه لكن الاغلبيه توريست. هذا الكل كما قلت لكم، هذا كله كورنيش من هنا
يوصل حتى عندهم سنتر كوميرسيال بعيد من هنا شوي. نسيت ايش اسمه، والله نسيت ايش اسمه. المهم هذا كل الكورنيش كله طوله 4 كيلومتر ولا 4 كيلومتر ونص تقريبا. نعطيكم جوست فيو اخرى من الجهه الاخرى على الجامعه. هذا هو جامع الحسن الثاني في الدار البيضاء في المغرب. صراحه تحفه ما شاء الله. نزلنا نتمشوا في صنع العين دياب. اما شوفوا منين خرجت الجامع صحيح ما عادش يبان الجامع. تقريبا عندي اكثر من 3 كيلومتر وانا نمشي. جيت خرجت من مش عارف المناره هذه تشوفوا فيها ولا لحظه، وراها جامع الحسن الثاني. عندي تقريبا 4 كيلومتر وانا نمشي ماشيين شاطئ عين دياب. يا اخويا ما شاء الله عن نظافه، والله يا اخوتنا المغاربه ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم عن نظافه. صباح النور، صباح النور من الدار البيضاء. بون محل صباح النور الى العشيه تو، على خاطر قعدت نكمل راقد اليوم ولا وانا في المحطه. قلنا نعملوا تنجيزه نشوفوا نكتشفوا مع بعضنا مدينه اخرى في المغرب. نعملوا تنجيزه في العاصمه اللي هي العاصمه السياسيه، عاصمه الرباط. ناخذوا التران اللي هو تقريبا 50 دقيقه، مش بعيده برشا. 40 درهم اللي هي تجي تقريبا 3 دولار 3 دولار ونص. مش غاليه بصراحه. صحيح اخر نهار في المغرب اليوم ان شاء الله الطياره غدوه، وخليكم معنا. سيدي مرحبا بينا في الرباط، مرحبا بينا في الرباط. الرباط اللي نعرفها هنا، اللي نسمع عليها والله اعلم، خوتنا المغاربه ممكن يصحونا. الرباط نعرفها اللي هي انظف مدينه في المغرب. اما بصراحه انا جيت هذه ثاني مره نجي هنا، ثاني مره نجي للرباط، وبصراحه ما شاء الله انا تعجبني. مدينه كالمه برشا، نقارنها بالدار البيضاء كالمه برشا. كان صدقني ربي عندك مجلس النواب من هنا على اليسار، خاطر جيتها عندي مود، عندي 10 سنين تقريبا، 10 سنين. طبعا المغرب من البلدان، البلدان الكل
فيها دي زون فيرت نقولوا احنا بلايص خضراء، لكن الرباط بالاخص الرباط معروفه برشا فيها برشا بلايص خضراء. الجرد هذه وين تمشي تلقى جرده وتلقى الشجر والدنيا كلها خضراء ما شاء الله. تمشي من هنا هذا هو مجلس النواب بتاعهم. ايوه البرلمان ولا اي البرلمان البرلمان هذا هو مجلس النواب بتاعهم. ومن هنا تتعدى ديريكت تمشي تلقى روحك في يقولوا هما في المدينه القديمه، ومن بعد تطلع تمشي الجردان بوتانيك وصومعه حسان. أول محطة في الرباط اللي هي تعتبر أكثر معلم تاريخي يزوروه في الرباط تقريبا، اللي هي صومعة حسان. صومعة حسان والله أعلم دخلت قريت عليها الحق شوي. أنا جيتها عام 2016 ولا 2017، عندي 10 سنين. بصراحة هي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. جست نوريكم هي ممكن في الفيديو في التصويره ما تطلعش كبيره، لكن راهي عرضها وطولها طول مش برشا، تقريبا 50 متر. تبنت عام 1195 في عهد الموحدين. بناها يعقوب المنصوري، وبعد ما توفى، بعد ما بداها ب4 سنين توفى، حبسوها. كان البرنامج كان اكبر مسجد في العالم الاسلامي وقتها. عندها الحكايه راهي اكثر من 1000 عام، وحبسوها. حبسوا البني مش عارف علاش بالضبط بصراحه، ما عنديش المعلومه. ولكن شوفوا حتى معناها كان باش يجي جامع ومسجد وقتها، في الوقت هذا كان يتصور يكون اكبر جامع في العالم الاسلامي وقتها. مغادي مقابلتها بالضبط هذه هنا ان شاء الله. طب باش نمشوا بعد مش عارف عليه محلول ولا مدفونين فيها الملوك بتاع المغرب. الحسن الثاني متاكد منها ان دفنوها هنا، وتقريبا حتى محمد الخامس. فنمشوا بعد دخلت لاني لما حالة اخر مره. وهذه طبعا البرج هذا اللي تشوفوا فيه هنا، البرج هذا من هنا معروف من اهم المعالم في الرباط. مش عارف عليه وين بالضبط، لما حالة مش بعيد من هنا تقريبا. هذه اعلى بنيه في الرباط هنا البرج هذا، ومانيش عارف عليه بصراحه، ما عندي حتى فكره على اسمه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على المساحات الخضراء في المروك، والنظافه والنظام. يا خوتي المغاربه عيني ما تضركم ما شاء الله ما شاء الله. راه وين تمشي ما شاء الله مساحات خضراء وجرد والناس قاعده ونظافه. شوفوا لي على التفاصيل، شوفوا لي التفاصيل، النظافه غلطه ما تشوفهاش، غلطه ما تشوفهاش. طبعا ماشيين الكورنيش بتاع الرباط منه. شوفوا الاجواء. بدت الناس تخرج، ما بدت تبرد شوي. شوفوا كالعاده كل وين تمشي موجوده جرده، موجوده سباس فير. البرط اللي هو الكورنيش ما شاء الله. هاي المدينه العربيه هي منها تقريبا. الناس تعوم، الناس جايبه كراسي من الدار وجايين قاعدين يهدرزوا. هذا نتصور من هنا، تصور بتاع الصيد هذا كلهم قوارب الصيد كلهم موجودين هنا. الصيد مش الصيد، قوارب الصيد كلهم موجودين هنا. دونك نتصور كلهم بحر هذا من هنا. يعني ديجا ثم ناس خارجه. نو تنجم تكري وتعمل دوره في بط ويهزك للجهه الاخرى من بعد. هاي ما كلها هنا قوارب بتاع صيد كلها، بحاره كلها. اما حافله ما شاء الله، حافله الناس كل خارجه، الناس تبيع تشري. العصير هذا بتاع قصب السكر قد ما شفتها في الأردن، وشفتها في الأردن، وشفتها في مصر، ما جربتها. نزل الناس القدام ما شاء الله قهوة معبية، كون الناس خرجت تهضم في اللحم بتاع العيد. والله العباد شيخة سيدي، العباد شيخة ما شاء الله. العباد ما زالت فرحانة بالعيد تقريبا. حفلة كبيرة زادة، والناس مغادي، الناس هيتعوم. طبعا اللي يحب يشري عصير وماء، كل شيء موجود براتيكمون.
وسط البلاد مسكر الحق. هنا والله حافله، ناس تشتري وتبيع ما شاء الله. عندما حتى هم بارتو بيرات وقيل. دخلنا البلاد العربية مع انها مسكرة، مع انها الاحوال كلهم وش عجبوني البيبان هذا على فكرة، البيبان الكل كيف مع انها مسكرة لكن معبية ما شاء الله. شوفوا محلاها تفكرني كما البلاد العربي عندنا، لكن هم منظمينها خادمينها كما البلاد العربي عندنا في تونس، ومغطية من فوق الكل براتيكمون. حتى المدينة العربية في كازا البيبان كلهم نفسهم البيبان كلهم. صور معليش. بارك الله فيك عايشة. صور المحل كامل تصور. لا ديما ناخذ مزيان نحاول ناخذ حاجه سوفينير ديما. ايوا الحاجه اللي عندنا حنا زوينه في هنايا، ما عندناش ذاك الاشكال ديال ما تصورش. ما ديما نسال عاد. ديما نسال ما نكذبش عليك يعني، ديما نسال ما نهبط على اليوتيوب كل شيء ماذا بيا ديما نسال. لا امنيا ولا الحمد لله عندنا اللهم لك الحمد لله. ياخذ راحته. بارك الله فيك عايش خويا الحمد لله. طبعا ديما الواحد اول حاجه ناخذوها ديما الرباط، المانيات هذه ديما اول حاجه نعملوها. ما المحل حبيت نبعث حتى كارت بوستال لكن ما فماش كارت بوستال، ما عندهمش، مش مشكله. انا خذينا هذا شويه كادوات. اجواء بصراحه اجواء بتاع عيد والله، شيء يعمل كيف. عندهم يا اخوي عندهم الجلد، خذينا شويه كادوات. طبعا ديما في اي من اي بلاد، اما بلاد حافله ما شاء الله. اما تصورها هذه كي تبدا الاحوال كل محلول انا تصورها تكون واو. طبعا راجعين لوسط البلاد ان شاء الله. انتهت رحلتنا في الرباط، نمشي ناخذ التران ونرجع لكازا. ليله في كازا ومن بعد غدوه الصباح ان شاء الله نخرج ونمشي للمطار ان شاء الله. خرجنا من العالم القديم لعالم التطور والحداثه ان شاء الله. هي هذه المدينه العربيه منا، ومنها عاد تبدا الحداثه والتطور اللي تبناه تصور في 200 عام 300 عام اللي فاتوا. محطه موجوده احدى الجامعه في اخر الشارع. وصلنا للمحطة أخيرا، نمشي ندخل ناخذ البيي، ناخذ التيكي ونتسهل ونمشي ونرجع لكازا إن شاء الله. ترينوات تقريبا الترام موجود كل من 20-30 دقيقة تقريبا، كلها ب 40 درهم، 40 درهم الدرجة الثانية و70 درهم الدرجة الأولى. الدار البيضاء زلة تقريبا نص ساعة. السلام عليكم. صباح لاباس. اعطيني تيكي بالله انت كازا عايشك. كيف كازا؟ كازا فواياجر. 9 ونص. ايه معليش. عطيك كازا بور؟ كازا بور فخش مع شوفي. مع 9. وشحال الوقت؟ دابا 8 وتولد. اوكي اعطيني بور، اعطيني كازا بور. شكرا خويا بارك الله فيك عايشك. يا ربي يعينكم. سلام. 40 درهم، لا 45 درهم. 45 درهم خاطر نخرج في التران الاول. التران الاول اللي ماشي
اللي ماشي كذا بور. عندهم زوز محطات والاخر بعدها بنص ساعه، دونك نربح نص ساعه. سلام. الله شكرا. افاينك بارك الله فيك. يا سيدي رجعنا لكازا يا خويا. اسمع كازا العز، كازا بصراحه العز، كل شيء محلول. 11 بتاع الليل سونتر كوميرسيال منا، والدار هي هنا قابلني سونتر كوميرسيال بالضبط. ندخلوا نعمل طلب سونتر كوميرسيال تقريبا مازال محلول، ونشوف الناس هو منا طلوع ناخذوا حاجه ناكلوها. بس البارح بصراحه جعت. والله ما زلت الناس قاعده تقريبا 10 بتاع الليل. هذا كلهم ريستورانات فوق، قهاوي مطاعم. تشيكان والبرجر كينج. عندهم اوتاكوس. باش نشوفوا حاجه ناكلوها. هذا خونا يوسف اللي تعرفنا عليه، اللي حكيت لكم عليه المره اللي فاتت. خويا يوسف السلام عليكم. صافا نصور معليش صافا لاباس عليك؟ صافا يرحم والديك ان شاء الله. صافا لاباس عليك؟ لا سانتور. يا شو ندير لك السانتور تو سويت. بغيتي تمشي والله دبر راسك يا خويا. انت تعرف انت هو انت القيد. انت ولد البلاد. نمشيو لعين ديال باهي ان شاء الله. هي ونديروا شي قهوه تما. خونا يوسف مرحبا بك. والله العظيم عز الناس اقسم بالله. عرضني وخرج من لاكار قال لي نوصلك نهار اللي وصلت. وقال لي اعطيني نمروك وجاني اليوم باش نعملوا قهوه ان شاء الله. ان شاء الله. يرحم والديك. عايش خويا ان شاء الله. بعرف طيب. عايش خويا. الله يحفظك. اخر السويعات في المغرب وفي كازابلانكا وفي المغرب. دوماج والله. حبيت نزيد لكن الله غالب، الظروف تحكم والخدمه تستنى. جينا صحيح اخر حبيت نفطر هنا في الريستورون هذا. جيت المره اللي فاتت مع واحد، انا وواحد من العائله. جيت نمي هنا فطرنا هنا. جيت هنا وحبيت نرجع المره هذه. ريستورون تيبيكمون ماروكان، معناها ريستورون مغربي 100%، اللي هو عين سقاله هذا اللي ورايا. جوست حبيت نوريكم الاجواء بتاع الريستورون كيفاش راهم ما شاء الله. وعندهم ماكله بنينه مش نورمال. ماكله ما شاء الله. خليكم معايا جوست تكتشفوا. السلام عليكم. كل شيء براتيكمون قالوا لي في ميزون هنا، اما اجواء مش نورمال برشا. نورمالمون هو بلوس للتوريست، واليوم جمعه اون بلوس، دونك الجمعه المغاربه يعملوا كسكس. يقولوا هم يكسكسوا، ناكلوا كسكس اليوم، نزيدوه شويه هريسه وناكلوا. باسكو يلا سيدي ملتقانا بعد ما نفطروا.
وصلنا المطار محمد الخامس في كازابلانكا. نودعوا الدار البيضاء، نودعوا المغرب. حبيت نصور هنا بس قالوا لي التصوير الداخل ماذا بيك ما تصورش الناس، قالوا لي راه ممنوع، ما فهمتش علاش. المهم خلينا ندخل نعمل ريجسترمون ساعه وبعد ندخل الطياره تنصور الداخل شوي ان شاء الله. يا سيدي امورنا واضحه، تعدينا شرطه الحدود، تعدينا التفتيش، وصلنا للديوتي فري. عندي قضيه هنا موصيني عليها جوست باش ناخذها ونقصد ربي نطلع في الطياره ان شاء الله. والله مطار كازابلانكا على فكره خدموه، عملوا فيه ترابوه ما شاء الله. destination relative au train de Kailo. La voiture vient d'entrée potentiel dans le parc de l'État. Une excellente soirée sur le bientôt. وصلنا للدار والحمد لله، انتهت رحلتنا هذه المرة. إن شاء الله وجهة قادمة، بلاد أخرى، بلاد جديدة، ناس جديدة إن شاء الله. في آخر الفيديو هذا حبيت نشكر المغرب على الحفاوة والترحيب، حبيت نشكر الناس المغرب على الكرم والضحكة وكل شيء واللطف متاعهم والترحيب متاعهم. والحمد لله الحق ديما يعرفوك كما يقولوا لك، يقولوا لي تونسي، يعرفوك تونسي ديريكت يفرحوا بي. والحمد لله. وممكن رانا شفنا ايش صار ما بين الجمهور التونسي والجمهور المغربي في كاس افريقيا اللي فات، والحمد لله. يرحم والديكم الناس الكل. حبيت نشكر اي واحد قابلت انا وياه، كل واحد عاوني حتى بالكلمه الطيبه. يرحم والديكم الناس الكل. حبيت نشكر شكر خاص لخويا يوسف، هذاك اللي جاني للمحطة، لا نعرف لا يعرفني، جاني ووصلني وزاد كلمني في الليل. خرجت انا وياه عملنا قهوة. خويا يوسف بارك الله فيك، ان شاء الله معرفة طيبة، بقينا كونتاكت ان شاء الله. ان شاء الله خويا كان جيت لفرنسا، مرحبا بك، عندك خوك هنا بحذاك. شكر خاص لاختي سونيا زاده مرت خويا يوسف، وسلمني على الوليدات. وشكرا المغرب، وديما مغرب. يلا السلام عليكم، فرصة قادمة ان شاء الله، وان شاء الله في وجهة جديدة. والعالم واسع، خلينا نكتشفه مع بعضنا. شكرا.